خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوان ديالنا لا هنا الآن في واحد تنتلاقاو المرة ما غنبقى نقول لا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة ولا الثامنة. كما وعدناكم حنا مستمرين في هذه الوقفات وفي هذه الاحتجاجات السلمية، وكما سبق لنا تنقولوا دائما أننا ما كنتزايدوا مع حد، ما كنتخاصموا مع حد، ما كندابزوا مع حد. احنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. الناس ديال الجيش الودايه هما مستمرين في هذه الوقفات ديالهم من اجل تحيين اللوائح، من اجل تحيين اللوائح ديالهم، ومن اجل التعويض ديالهم. ربما الاخوان اللي كيجيو عندنا دائما كيبغيو ياخذوا من عندنا واحد الكلمه، حنا غادي نقولوا لهم الله يجازيكم بعدا بخير، لانكم كتنشروا هذه المسائل وكتوصلوا الصوت ديالنا للسلطات، كتوصلوا السلطه والراي العام، وكتنوروا بهذا الفيديوهات ديالكم. الله يجازيكم بخير. هذه اولا. اللي هو جديد في الامر هو هذا ما يمكننا نتطرقوا ليه. الجديد في الامر هو غادي نشير لواحد النقطه قبل ما نقول الجديد، لان الجديد ليس فيه شيء يذكر. اللي غنقول واحد الحاجه هو تتشوفوا هاد الوقفه السلميه المباركه اللي انا اللي ضرني في خاطر ديالي هما هاد الشباب صغار. شوف وليدات صغار اصبحوا يطالبون بحقوق ديال الاباء ديالهم واسمو. كان بالاحرى ان يكونوا هاد الوليدات اليوم الحد والديهم جالسين ما خدامينش، يخرجوهم يديهم الحديقه، يديهم النزاه، يديهم يلعبوا. واذا بهم اليوم دخلنا لهم واحد المشكل. هذا المشكل ديال زعما يؤسف، والله العظيم لا يؤسف له. ماذا نريد؟ لا نريد شيء، ما بغيناش نطلعوا هاد الوليدات الصغار يحقدوا على بلادهم، لا حاشا. بغيناهم يكونوا خير خلف لخير سلف. الله يجازيكم بخير. راه كل ما درتوه راه كديروه لهاد الوليدات والمستقبل ديال هاد الشباب. الله يجازيكم بخير. جلسوا مع الناس وهضروا مع الناس. راه سيدنا الله ينصرو، راه سيدنا الله ينصرو. كيقول لكم الحوار ثم الحوار. راه المذكره ديال وزير الداخليه اللي تخرجت هذا هو يشير كذلك لهذه النقطه. راه سيدنا في احدى الوقفات ديال اسمو كان دايز وقال بالحرف احدى الخطاب، قال لك يؤسفني ان الناس السياسيين لا يقومون بالمهام ديالهم. كيف يا صاحب الجلاله؟ كيف؟ قال لك لا يقومون لان الناس كيتعرضوا ليا قال لك انا مزيان يتعرضوا لي سميتو، يتعرضوا لي الناس ونعطيهم الحقوق ديالهم وهذا ماشي بعيد على سيدنا. نهار اللي تولى العرش ماذا سمي بمالك الفقراء. هادو راه فقراء، اخذت منهم الديور ديالهم، اخذت منهم الاراضي ديالهم، اخذ كل شيء. اليوم يعانون. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حينوا اللوائح وعيطوا لهاد الناس، عطيهم التعويض. الجديد السي الاخوان ديال اسمو الجديد اللي هو تنقولوا بالفرنسيه كونكري ما كاينش. كل ما يقال انه كلام. كما سمعتوا ذاك النهار قالوا باللي انه راهم استقبلوا بعد اسمه في مديريه الشؤون القرويه، ومن بعد دازت واحد اليومين قالوا بانه راه السيد الباشا استقبل واحد جوج ولا ثلاثه ديال العاوتاني. ولكن هادشي كما كيقول المثل غطشاش. راه ما كاينش شي حاجه اللي هي رسميه. اللي هو رسمي كاين بعض النواب او نائب او اثنين كيتصل بالعائله ديالو تيقول لهم اودي غيكونوا على هذا وهذا وحنا راه غنصاوبوا كذا. حتى ان الاخوان اللي شفتهم كلهم كانوا في واحد الحاله يرثى لها قبيله. علاش؟ لانهم سمعوا بلي ان سيعفوا النواب وسيعوضون بنواب اخرين. حنا مازال ما بغينا لا تعويض ديال نواب اخرين ولا تمديد ولا والو. بغينا اللوائح تعلق، بغينا اللوائح ديالنا، وملي تعلق ندوزوا للتعويض. والتعويض حنا كنعرفوا كيف كاين. السلطه الله يجازيها بخير كتجلس مع اي واحد وكتقول له، وملي كترضيه وكيتفقوا وكيسينيو الله يعاوننا ويعاونكم. هذا ما نريده. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. السيد الباشا، السيد الولي، الساده القياد، اللهم
يجازيكم باكثر من الجزاء، اعطيونا حقوق ديالنا، ما تخليوش هاد الناس راهم في واحد الحاله يرثى لها، راهم في واحد الحاله. وتصور معي ان الانسان ملي الصباح كينوض وهو كيفكر فاش في الودايه، بديش الودايه كيش الودايه، ما بقينا غير نسبحوا بها او لا نصليوا بها، صافي هذا ما قسما بالله. انا شخصيا الا كندخل في الصلاه وكنتفكر كيش الودايه، اللي نوصلوا لهذه الحاله راه حقيقه راه لا يعقل لا يعقل. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ديروا الاوامر ديال سيدنا، المشروع ديال سيدنا فوق راسنا وعينينا، التنميه ديال بلادنا فوق راسنا وعينينا، ولكن طبقوا مشاريع كما هي كما بغاها سيدنا. راه ما قالش لكم سيدنا خذوا الاراضي بالقوه، راه قال لك جلسوا معاهم كما قال المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه ملك المغرب، قال لهم اعطيوا الارض بالارض وعوضوا الناس ورضيوهم وبثمن السوق. حنا لا ما وصلناش لهذا الحد، الاراضي ديالنا حتى لا ارض بارض، لا نطالب شيء اكثر. واش غتعطيو الوديه اكثر من ارض، من شي حاجه من الارض؟ كنتو غتخرجوا معنا لشي طريقه اخرى، حنا مستعدين نجلسوا في الطابله ونديروا واحد جوج ولا ثلاثه من الناس او من النواب او من حنا ديك الساعه غنعرفوا، او من الحكماء ديالنا هما نساء كبار مني انا في السن وكبار مني، غنديروهم وغنديروا هذاك التعويض يكون بلا ضره ولا ضرار. راه شباب يضيع، راه شباب يضيع يا هاد الناس. الله يجازيكم بخير، ما نطولش على هاد الناس، راهم في حاله. شوفوا الناس كيفاش هاك العروق ديالهم هما العرق وحاله، ومن انت يوقفوا هنا يوميا وما بغيناهمش يديروا يوميا، وما بغيناهمش نضيعوا للناس المصالح ديالهم، لا الناس اللي كيمشيو يقضيو الاغراض ديالهم ولا الناس ديال السلطه، باش ما نضيعوش الناس. عطيو للناس الحقوق ديالهم وطلقوهم يمشيو يقضيو الغرض، اللي غيمشي يبني واللي غيمشي يشري واللي راه البارح ليس ببعيد، الناس ديال الزراره وديال الشبانات ما كاينش هذه سنتين باش يستافدوا، وكاين اللي مشى دار دويره، وكاين اللي مشى دار بعد على الاقل حيد راسو من الكرا وحيد راسو من المصاريف الخاويه. الله يجازيكم بخير. انا هذا كنبلغكم من قلب ديالي، ما تحاولوش تزيدوا اكثر في المعاناه ديال هاد الناس. الله يجعل البركه من هذه المعاناه، راه عام وشهرين، راه والله العظيم الا كاين اللي ما عنده لا يشري سميتو. انا نقول لكم مساله، مشيت غير سقسيت نهار الجمعه، خرجت من المسجد ومشيت نسقسي مول اسمو حاط المشماش، شاهيته قال لي 400 درهم، وانا كان عندي المشماش يبقى حتى تيدود وكيسخن. وكيف يعقل؟ كان كيطيح عندي مشماش يدود في الشجره ويطيح، وقال لي كان عندي. واليوم تيساومني مول الكروسه ولا مول الهوندا، هذا موضوع اخر ديال مول الكروسه، كان اليوم كيقول لي 400 ريال الكيلو وداير ولابس عليا فيها العشره.